بتعملي ايه يا مرمر؟ بعمل غدا يا حبايب قلبي. بصوا بقى الصراحه انا كنت مكسله اقوم اعمل غدا، وقلت يا بنت يا مرمر اجزي كده من المطبخ النهارده وبلاها غدا. ورجعت قلت طب هم هياكلوا ايه وانا عندي اولادي مش معوداهم على اكل بره، فقلت لا قومي اعملي لهم اكل. عايزه بقى اقول لكم كلنا بنمر بزنقات اخر الشهر. فتحت الفريزر وفضلت كده بصه شويه شويتين، اكتشفت حتتين كبده على حتتين قوانص. قلت الله طب دول هيعملوا ايه؟ قلت لا هيعملوا مع مرمر، هيعملوا حفله وهيعملوا وليمه. تعالوا اوريكم بقى انا بعمل ايه. شايفين بعمل رز ابيض قمر. هما بيحبوا بقى الرز الابيض مع ايه؟ مع الكبد والقوانص. وقلت من يعني من حتتين الكبده وحتتين القوانص دول يعني انا هعمل حفله، يعني حفله. تعالوا اوريكم بقى الحله دي فيها ايه. تعالوا اوريكم الحله دي فيها ايه. شايفين مسكت بقى الكبد والقوانص ايه، قطعتها حتت صغيره كده عشان ياكلوها مع الرز. شايفين حتت صغيره، شايفين؟ ورحت بقى قمت عملت ايه بقى يعني لزوم الوليمه والحفله. رحت بقى بشرت زي ما انتم شايفين كده الجزر القمر ده، وقطعت فلفل شايفين، وكمان بصل شايفين. وقلت بقى ايه هنعمل وليمه من حتتين الكبده وحتتين القوانص، يعني هعمل حفله محترمه. زنقات اخر الشهر بقى، ما احنا كلنا بنمر ايه بزنقات اخر الشهر. عايزه اقول لكم انا كده بصوا انا كده حطيت طبعا شويه سمنه كده على شويه زيت، وهقلب بقى ايه البصل والجزر والايه والفلفل الاخضر الجميل ده. طبعا ايه انا عندي يعني صراحه ما بيحبوش الاكل سبايسي بس لو بقى في قرن فلفل سبايسي يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، بس هما ما بيحبوش الاكل عندي سبايسي. نرجع بقى للرز القمر ده. الرز ده رز ابيض. بصوا انا قلت لهم اعمل لكم الرز ده حبايه وحبايه، هم قالوا لا احنا عايزينه ابيض. فانا ايه على طول كده انا قلبته، حطيت ملح وحطيت سنه فلفل صغيره عشان ايه يبقى فواح كده وجميل، وحطيت شويه زيت على سمنه وملح وايه ومكعبات. حطيت كده مكعب حسب بقى الكميه، عايزه تحطي مكعب 2 حسب كميه الرز اللي عندك. وغليت بقى الميه القمر دي، هوريكم بقى الميه دي غليتها كده للرز. هعمل ايه بقى وانا معاكم؟ هسقي بقى الرز الحلو ده القمر ده عشان الريحه بقى ايه هتجيب اخر الدنيا. سامعين الموسيقى؟ سامعين الريحه بقى ايه هتطلع هتبقى ايه. طبعا سنه الفلفل الاسمر دي اختياري يعني، بس انا بحب احطها لان بجد بتخلي ريحه الرز كده جايبه اخر الشارع. مش هقول لكم بقى اخر الشقه، لا انا الرز بتاعي بيتعرف، جيراني بيعرفوا يعني الرز بتاعي اول ما بيشموه بيقولوا مرمر عامله رز، بتعمل رز. شايفين اهو سقيته اهو. طبعا في بقى ايه لو انت عندك اللي هو الفلفل الابيض ده تزودي زي ما انت عايزه بقى، لكن انا عشان عندي الفلفل اسمر ما عنديش ابيض الصراحه، فعشان ما يغمقش الرز بحط بس شويه صغيرين. احط برده شويه ايه ميه تانيين كده. يا سلام يا سلام يا سلام. ونغطي بقى على الرز ده كده ونقول له بقى ايه خد ودي بشكل ودي مع نفسك. كده يبقى الرز كده اتعمل. انا برضو عايزه اعمل اكله اقتصاديه ما تاخدش معايا اي وقت، وفي نفس الوقت ايه ما توقفنيش اليوم كله في المطبخ. يبقى كده خلاص كده هنقفل على الرز بقى مع نفسه يستوي. بصوا بقى يا حبايبي انا دلوقتي برضو هصفي الكبد والقوانص دي، هصفيها لان هي ايه 3/4 سوا بس عشان اسرع الموضوع واسرع الاكل. وهبتدي بقى ايه هحطها ايه على لما اصفيها هحطها على الجزر والفلفل والبصل. عايزه اوريكم برضو التوابل اللي انا هحطها على الخضار دلوقتي معاكم. شايفين؟ بصوا بقى فلفل اسمر. التوابل دي موجوده في كل بيت، مفيش مطبخ ما فيهوش التوابل دي. فلفل اسمر، كزبره، مكعبات، بهارات فراخ بهارات فراخ، وطبعا ايه الملح. يبقى ملح وكمون، على فكره في كمون وفلفل اسمر وملح وكزبره وبهارات فراخ وايه المكعبات.
كنت عايزه احط بابريكا بس ما عنديش بابريكا مع الاسف. البابريكا طبعا ايه بتدي برضو ايه لونه ايه وبتدي شكل حلو كده. بصوا بصوا بصوا. بس انا بقى هقول لكم على حاجه هوريها لكم دلوقتي. هقلب بقى عشان ايه كل ده ايه الخضار يتشرب من التوابل. وهبتدي بقى طبعا انا حاطه ايه زي ما انا قلت لكم شويه زيت على شويه سمنه. نعلي شويه نعلي شويه. سامعين الطقطقه؟ الله، سامعين الطقطقه دي؟ هتيجي وراها بقى الريحه، هتيجي وراها الريحه. بصوا عايزه اوريكم حاجه. انا بقى بعد ما هحط الكبد هصفي طبعا الكبد دلوقتي لان انا عايزاها بس ايه 3/4 سوا، يعني 3/4 سوا. عايزه بقى اوريكم حاجه انا برضو ايه هطلعها معاكم دلوقتي. عايزه بقى اوريكم حاجه كده. شايفين انا ايه العلبه دي اوريها لكم بس ثواني. علبه ثلاجه. شايفين العلبه دي علبه ايه ثلاجه. بعمل ايه بقى في علبه الثلاجه دي؟ انا لما باجي هوريها لكم على الطبيعه اهي. شايفين دي تسبيكه، دي تسبيكه. انا يا حبايبي لما بعمل اي تسبيكه ويعني لو هي جت معايا زياده شويه او انا ساعات ببقى متعمده ازودها شويه بروح اشيل شويه ايه في علبه الثلاجه دي بايه بتنفعني في اي ايه اكله خفيفه كده. لو انا هاخد معلقه ولا معلقتين بتبقى جميله وتحفه تحفه تحفه. بصوا سامعين الموسيقى؟ طبعا ايه انا التسبيكه دي هاخد معلقتين منها كده على ايه على الكبد والقوانص مع الخضار القمر ده. وايه عايزه اقول لكم يعني شايفين انا عايزه اقول لكم شمين انتوا شايفين بس نفسي بقى تبقوا شمين. مجرد بس ما حطيت شويه التوابل على الخضار الريحه فحفحت فحفحت. وطبعا بقى الوليمه اللي احنا عملناها من حتتين كبده على قنصتين قنصتين عملنا وليمه. بصوا انا ايه هحط معاكم لان انا حابه احط معاكم ايه واصفي الدنيا كده معاكم. هنعمل وليمه، هنعمل وليمه مع الرز الابيض بقى وشويه سلطه بلدي. بسم الله ما شاء الله على دي وليمه، على دي وليمه. طبعا ايه احنا لازم نتصرف لان احنا بنيجي كده على اواخر الشهر بنبقى بقى بجد ايه خلاص يعني مش عارفين نعمل ايه، مش عارفين نعمل ايه، عايزين نتصرف. عايزه اقول لكم انا لما بجيب الفراخ يا حبايبي يعني انا مش شرط اشتري الكبد والقوانص دي مخصوص. يعني انا مش شرط نوطي شويه لان انا حاسه النار هتبقى عاليه قوي كده تمام. مش شرط نشتري الكبد والقوانص. يعني انا ما بشتريهاش ساعات مخصوص، يعني فين وفين لما بشتريها مخصوص. انا بعمل ايه؟ انا لما بجيب الفراخ بتاعت الشهر طبعا ايه بحوش بقى الكبد والقوانص دي وايه احوشها واحطها في كيس واحطها في الفريزر طبعا بعد ما اغسلها كويس قوي قوي. في بقى اللي بقطعها زي كده وفي اللي بخليها سليمه، يعني الكبده بتبقى سليمه والقنصه بتبقى سليمه حسب الاكله اللي انت هتعمليها. هما الاكله دي مطلوبه بقى ان هي الحتت بتبقى صغيره كده. اقطع الكبد ايه صغيره واقطع ايه القوانص صغيره. ليه بقى؟ هما بيحبوا يحطوها كده على الرز، يحطوا الكبد والقوانص والخضار على الرز ويبتدوا ايه ياكلوا بالرز كده. بتبقى سهله يعني بالنسبه لهم، هما بيبقوا حابين كده. لكن لو انا بقى هعملها نظام سندوتشات او اي حاجه تاني لا بتبقى ايه بتبقى سليمه. بصوا بقى انا حطيت كده طبعا زي ما انا قلت لكم انا سويتها 3/4 سوا. يا خراشي يا خراشي يا خراشي يا خراشي يا خراشي على الريحه، طعامه وحلاوه. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا مرمر. قلبي قلبي. بصوا بصوا عايزه اقول لكم دي وليمه ولا مش وليمه؟ بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. اتصرفنا وبرده اكله جميله واقتصاديه وموفره وما خدتش وقت. خلاص هو يعتبر كده ايه الاكله خلصت. يعني هو يعتبر كده خلاص يا حبايبي الاكله خلصت. انا بقى حابه احط برده معلقه تسبيكه من التسبيكه دي هحطها معاكم. بتديها بقى عايزه اقول لكم بتبقى طعمه وحلاوه. هجيب معلقه
هجيب معلقه، اوعوا تروحوا في حته، اوعوا تروحوا في حته. بصوا بقى، هحط بقى معلقه قمر كده من التسبيكه دي، شايفين التسبيكه الحلوه دي، الحلوه دي، القمر دي، العسل دي. بص هنحط كده. يا سلام يا مرمر، يا سلام يا مراميرو. حط 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 شويه كمان، عشان ايه؟ احنا قلنا عليه عاملين حفله، عاملين وليمه. قلب قلب قلب. ريحه بقى ايه؟ ريحه الكبده كده طالعه مع البصل ومع الفلفل. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على الجمال والحلاوه والطعامه والريحه الجنان. ايه ده؟ شايفين عملنا حفله ولا ما عملناش حفله؟ عملنا حفله، عملنا حفله. مش عايزه اشوف بقى معاكم وانا معاكم كده. طبعا ايه، انا ممكن احط لها برده ايه، معلقه كده ايه، معجون صلصه. يعني عادي، يعني ممكن تحطي معجون صلصه ومش يعني عادي، يعني لو موجود حطي، مش موجود يبقى مش مشكله. ما انت حاطه ايه، احنا حاطين مع بعضينا ايه، حاطين يعني معلقتين من التسبيكه اللي انا قلت لكم عليها دي. بجد الفكره دي بتبقى تحفه. انا لما بعمل مثلا تسبيكه محشي، بعمل تسبيكه محشي او بعمل اي حاجه فيها تسبيكه، بحب ازود التسبيكه شويه. ليه بقى؟ الصراحه باخد منها، ممكن تنفعني في اي اكله محتاجه بس فيها ايه، معلقه معلقتين كده ايه من الطماطم بالتسبيكه، بتبقى قمر قمر قمر. انا برضه احب احط ايه، معلقه صلصه. هنحط مع بعض معلقه صلصه. عشان ايه بقى؟ عشان ايه بقى؟ عشان الجمال والحلاوه والطعامه واللذاذه. هنحط كده، بصوا، معلقه كده يعتبر صغيره. عشان ايه؟ تبقى ايه، قمر قمر قمر. انا مش حاطه بقى الصراحه اي حاجه سبايسي ولا شطه، لان انا عندي اولادي ما بيحبوش قوي، واللي عندي هنا ما بيحبوش قوي الحاجه الايه، الحراقه. بس بيني وبينكم سر، ومحدش يقول، يعني محدش يقول. يعني انا ممكن احط، استنوا بقى، انا ممكن احط سنه شطه، بس اوعى حد يقول ان انا حطيت شطه. هي سنه، هي مش هتبان. هجيب الشطه، ما تروحوش في اي حته، اوعوا تروحوا في اي حته. هجيب بس الشطه، وممكن احط ايه بقى، احط ايه، سنه شطه. بس اوعى حد يقول لهم على السر ده. سنه. ايوه، بصوا شايفين قد ايه؟ انا برضو انا خايفه ايه اكتر لهم الشطه. هي سنه بس كده صغيره بس. يا خراشي على الريحه. قلب قلب قلب. انا بقلب بقى لحد ما تسمعوا ايه، الطقطقه دي. خلاص انتوا عارفين هي الاكله خلصت، يعني هي الاكله خلصت. بس انا حابه بقى اعمل تركايه كده. هوريكم التركايه بقى. ازود ايه، ازود سنه ميه. من الميه دي طبعا اللي انا سقيت بها الرز، انا غلياها وتمام يعني. بصوا عشان تدي طراوه كده للاكله، تروق عليها كده وتدي لها طراوه. مع ان هي، بصوا، هي بقى محتاجه دلوقتي ايه، نحمص العيش تحميصه حلوه كده. وهي مش محتاجه، صدقوني، لوحدها كده هي، ولا محتاجه رز ولا محتاجه سلطه ولا محتاجه اي حاجه. بس انا اولادي بيحبوا يوقفوني يعني لو انا دلوقتي قلت لهم مش هعمل سلطه، لا، لازم السلطه بلدي قمر كده. شايفين هي بقى ايه، هوطي عليها خالص. وطيت عليها هي مع نفسها بقى، و5 دقايق هقفل على الاكله القمر دي، الاكله السكر دي. عايزه اوريكم بقى، نشوف مع بعض ايه الرز وصل لايه. اتشرب بقى قمر اهو. يا خراشي، ما الريحه ايه، قلب الدنيا. بصوا بقى، انا بحب ايه يعني في وسط سواه كده اديله بقى كده تقليبه قمر زيه كده، في ايه، يعني في نص سواه كده اديله تقليبه، واسيبه بقى كده. بس ايه، اعمل بقى ايه النار، يعني اوطيها خالص، يعني اوطيها على قد ما اقدر، ويكمل سواه بقى مع نفسه اهو. اسيبه كده بقى ايه، على بركه الله كده يكمل سواه. ودي كانت اكلتنا النهارده الاقتصاديه البسيطه، من حتتين كبده
وحتتين قوانص، عملنا وليمه زي ما انتم شايفين كده. شايفين الصينيه اهي بسم الله ما شاء الله مليانه مليانه، تكفي عيله كامله. طبعا بشره زي ما انا قلت لكم، الجزر ومقطعه بصل ومقطعه فلفل. لو انت برضو عايزه عندك طماطم وحابه تقطعي طماطم معاها قطعي طماطم، بس انا كده كده ايه يعني مش شرط احط طماطم، ساعات بحط وساعات ما بحطش. وعملنا كده اكله من ما فيش حاجه كده، عسل ومغذيه واقتصاديه، وهي دي ازناقات اخر الشهر اللي كلنا ايه يعني بنمر بيها، بنمشي نفسنا برضو وباكله حلوه برضو تفرح ايه بيتنا وتفرح عيالنا. والرز الابيض القمر اللي انتوا شايفينه ده. لو بقى يا حبايبي الفيديو عجبكم يا ريت بقى ما تنسوش اللايك وكومنت ومشاركه. وعلى اليوتيوب بقى اللي بيخش على اليوتيوب انا قناتي اسمها مفيش اسهل من كده، يا ريت تفعيل زر الجرس. واقول لكم ايه باي باي يا حبايبي، باي باي.